وبعد اللي حصل في الجزء الاولاني وهو ان مولان انقذت شعب الصين كله من الهون، وتشان راح اتغدى في بيت مولان، وموشو رجع شغله من تاني. وبيبدأ الجزء التاني بالأجداد وهي عاملة تشريفة لموشو بمناسبة رجوعه للشغل من تاني، وموشو بيكون في منتهى السعادة، والأجداد بيلبسوه لبس التشريفة وبيعملوا له سلالم علشان يقعد تاني في مكانه، لكن بيكونوا مش طايقينه وبيضطروا يسمعوا كلامه. وطبعا مش محتاجة أقول لكم موشو بيسوق فيها إزاي. وبنروح لجدة مولان وهي بتقول ما تقلقيش يا بنتي، الظهر بيقول إن تشان جاي يخطب مولان النهاردة. فبيقول لها أبو مولان أنا ما بصدقش في الهطل ده، ومن تحت لتحت بيديها الظهر وبيسيبهم وبيمشي. وبتخبط عليهم الكائن ده وبتقول لهم هي مولان فين؟ فبتغمز لها جدة مولان وبتقول لها بتشتغل في المزرعة. فبتفرح البنت جدا وبتقول لها خلاص طب انا هروح اساعدها بقى. وبتقول ام مولان غريبة جدا البت دي، كل الاطفال بتحب مولان. فبتقول لها غريبة ليه؟ مولان شاطرة وجميلة وشجاعة. وساعتها بنروح لمولان وهي بتتدرب في المزرعة، وبيشوفها الاطفال وبيروحوا لها الاطفال وبيقولوا لها عايزين نبقى زيك يا مولان. فنفس الكائن بيحاول يبهرها علشان تعلمها، لكن طبعا ما بتعرفش وبيضحكوا الكل عليها. ومولان بتكون مبسوطة جدا وبتقول لهم انا نفسي لسه بتعلم. وبيقعدوا بقى يتحايلوا عليها، فبتقول لهم امري لله انا هعلمكم شوية حاجات بسيطة. ولما الاطفال بيتحمسوا جدا بتسكتهم مولان وبتقول لهم دي مش اول حاجة هنتعلمها، لازم الاول نتعلم الهدوء في نفس اللحظة اللي بنتدرب فيها. فبيقولوا لها ازاي كده؟ احنا لازم نتدرب جامد. فبتقول لهم لا لازم نوازن ما بين ده وده. وطبعا بيكونوا مش فاهمين، لكن بتبدأ تغني لهم وبتحاول تفهمهم ان كل حاجة في الكون ليها عكسها، زي مثلا الارض والسماء والصوت والسكوت، الليل والنهار. وبيبداوا يغنوا ويقلدوها في كل حاجه. وبيطلع نفس الكائن وبتقول لها خلاص يا مولان انا جاهزه. فبتزقها مولان وبتقول لها لا انت كده نص جاهزه، لازم يكون عندك توازن. وبيفضلوا يتدربوا ويغنوا طول اليوم لحد لما بيجي القائد شان وبيجروا عليه كل البنات وبيكونوا مبسوطين جدا ان هم شافوه. وبتقول له مولان البدله الجديده هتاكل منك حته. فتشان بقى بيتكسف وبيفضل يتهته. فبيقول لها مولان انا عاوز اعترف لك على حاجه، ولسه هيكمل فالبنات بتبص له البصه دي. فتشان بيقول لمولان مفيش مكان كده نقدر نتكلم براحتنا بعيد عن هنا؟ فنفس الكائن بتطلع وبتقول ممكن تيجوا بيتي. وبتفضل بصه لتشان. فتشان ما بيكونش عارف يعمل ايه، فبيديها الخوذه بتاعته وبيقول لها ممكن تشيلها لي شويه بعيد عن هنا. بتصرخ من الفرحه وبتاخد صحابها وبتمشي. بيفضلوا يضحكوا هما الاتنين، ومولان بتاخده وبيقعدوا قدام بيتها، وشان بيعترف لها بحبه وهي بتكون فرحانه جدا وبتوافق. وكل ده بتكون جدة مولان شايفاهم وبتقول لهم على فكره بقى انا كنت عارفه من الاول كل ده هيحصل. فبيقول لها ابو مولان انت قلت ان هو هيجي يتقدم قبل المغرب، انا بقى اللي قلت هيتقدم قبل الظهر. وبياخد منها الزهر اللي اديهولها وبيوصل الخبر لموشو وبيفضل يعيط من الفرحة. وبتقول له مولان اسكت بقى لحد اللي يسمعك. فبيقول لها مين كان يصدق من كام يوم انا وانت كنا بننقذ الصين؟ فبتقول له ده كان الشهر اللي فات. فبيقول لها اكيد اللحظة دي احلى لحظة في حياتك. فبتقول له اكيد مش كل يوم الواحدة بتتخطب. فبيقول لها بس اعترفي انا اللي وقعت الواد تشان في حبك ولا ايه؟ فبتقول له طبعا يا عم موشو. فبيقول لها مولان انا فرحان ليا قوي. فبتقول له ليك انت؟ فبيقول لها ايوه. تعرفي تجهيزات الفرح دي هتكون نقلة كبيرة جدا ليا عند الاجداد. وبيقول لها انا لازم اسيبك وامشي دلوقتي علشان اختار القماش والحلل. وبيدخل عليها تشان وبيقول لها تقريبا كده جدتك عزمت حد على الفرح. فبتقول له يا ترى مين؟ فبيقول لها عزمت الصين كلها. وبتروح لهم جدة مولان وبتقول لهم دي حلويات بسيطة. وساعتها بنروح لموشو وهو بيصحي الاجداد علشان يقول لهم خبر جواز مولان، وبيفرحوا جدا. وبيقول لهم موشو مش وقت اللي انتوا تعملوه، الوقت ضيق جدا، لازم نجهز للفرح بسرعة، وكل حاجة هنعملها في الفرح هتكون لونها بامبي، القماش والورد. فبتقول له واحدة من الاجداد عندي حاجة احلى. فبيقول لها مش عايز اشوف. فبتطلع له الورقة دي. فبيقول لها دي ايه؟ فبتقول له دي يا حبيبي ورقة رفضك من المنصب بتاعك. فموشو بينصدم وبيقولوا له الاجداد هو ده القانون، اول لما الواحدة تتجوز مسؤولية حراستها بتبقى على اجداد جوزها. وبيقول الجد الكبير لموشو اول لما مولان تتجوز ترجع تاني لشغلك القديم يا حسالة المجتمع. وبيفضلوا بقى الاجداد يشتموه ويهزقوا فيه، وموشو بيفضل يعيط. وبيمسكوا واحد من الاجداد وبيرميه على الجرس. وبيفضلوا بقى يغنوا ويرقصوا ان هم اخيرا هيخلصوا من موشو. وموشو بيكون في منتهى الحزن. وساعتها بنروح لمولان وشان وهم بيحتفلوا مع اهل القرية. وواحدة من اللي قاعدين بتسأل مولان وبتقول لها هتعملوا فرح كبير؟ فبتقول لها مولان طبعا فرح كبير جدا والكل هيتعزم. في نفس اللحظة واحدة بتسأل شان نفس السؤال. فبيقول لها شان طبعا لا هنعمله صغير. وبيسألوهم هتجيبوا كام عيل؟
مولان بتقول 1 أو 2 بالكتير، لكن شان بيكون عايز دستة عيال. وكل ده بيكونوا ام مولان وابوها مراقبينهم، وبتقول ام مولان مش معقول اللي بيحصل ده، دول ما اتفقوش على حاجه واحده، هيتجوزوا ازاي دول؟ فبيقول لها ابو مولان احنا لازم نديهم الهديه بتاعتنا دلوقتي. ومره واحده بيخش عليهم جندي وبيديهم رساله، فبيسالوا شان هو في حاجه؟ فبيقول له ايوه يا فندم، الامبراطور عايزكم في موضوع مهم. فبيبداوا شان ومولان يجهزوا نفسهم علشان يروحوا للامبراطور. فبيقول شان اكيد في موضوع مهم، ايه يعني اللي يخلي الامبراطور يطلبنا احنا الاتنين بالذات؟ فبتقول له مولان علشان احنا مع بعض فريق ناجح. وفي نفس اللحظه بيكون سامعهم موشو وبيكون متضايق جدا ان هما مع بعض، وطبعا احنا عارفين السبب. فبيزعله صرصار الليل ده، فبيقول له موشو عندك حق، انا اناني جدا، انا قررت اودع منصبي علشان سعاده مولان. وبيروح لهم ابو مولان وبيقول لهم الكون ده فيه شمس وقمر، هما عكس بعض لكن بيكملوا بعض، وبيديلهم السلسله دي. فبتفرح مولان جدا وبتقول لهم لكن دول بتاعتكم. فبيقول لها لا، دول بتوع اجدادنا ودلوقتي بتاعتكم انتم. فبتقول لهم دي مسؤوليه كبيره جدا، علشان تقدروا عليها لازم تكونوا مع بعض. وبرضه موشو بيكون سامعهم وبيقول صح، مولان وشان مختلفين عن بعض جدا، ومولان عمياها الحب ومش واخده بالها انها عكسه تماما، وعلشان كده انا هحمي مولان وهخلصها من الجوازه دي. الصرصار بيزعقله، فبيقولوا ده مش علشان يا غبي، ده علشان مولان ما تعملش اكبر غلطه في حياتي، قصدي يعني في حياتها، وعلشان كده هوقع ما بينهم. الصرصار بيغمى عليه، وساعتها بتكون مولان وشان في طريقهم للامبراطور، وبيكون موشو مستخبي معاهم. فمولان بتقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ فبيقول لها احنا فريق وما ينفعش اسيبك. وبيتصدم موشو لما بيلاقي صرصار الليل جه معاه، وبيقول له انا جاي احمي مولان منك. فبيقول له حظك حلو اني ما جبتش مضرب الدبان معايا. بيوصلوا عند الامبراطور وبيقول لهم ان جيوش المغول جايين عندنا، وكل يوم الخطر بيزيد والجيش بتاعنا اقل من ان هو يقف قدامهم. فشان بيقول له اديني انت بس الامر وانا والجيش بتاعي هنهجم عليهم مره واحده. فالامبراطور بيرفض وبيقول له احنا هنهزمهم من غير اي نقطه دم. فبيقول له ازاي؟ فبيقول له احنا هنتحد معاهم، وساعتها المغول مش هيقدروا حتى يهجموا علينا، وعلشان نتحد معاهم لازم بناتي يتجوزوا ابناء الحاكم، ودي بقى هتكون مهمتكم انكم توصلوا ال3 اميرات بالسلامه لحد مملكه كي كونج. وبتتصدم مولان وبيبان عليها الزعل، وبيأكد عليهم الامبراطور لو الاميرات ما اتجوزوش من ابناء الحاكم في خلال 3 ايام فالاتحاد ما بين المملكتين هينتهي والمغول هيدمرونا. فبيلاحظ الامبراطور زعل مولان، فبيقول لها انت بتفكري في ايه؟ فبتقول له انت ازاي هتضحي ببناتك كده؟ فبيقول لها ما تخافيش يا مولان، بناتي عارفين هم بيعملوا ايه بالظبط، وكمان ده شرف ليهم ان هم ينقذوا البلد. فبتتاسف مولان للامبراطور، فالامبراطور بيقول لتشان انت محتاج جنود قد ايه معاك في المهمه دي؟ فبيقول له 3. فبيقول له 3 فرق؟ فبيقول له لا 3 جنود. بينصدم، والامبراطور بيقول له خلي بالك دول بناتي، بس على العموم اللي انت عايزه وانا بثق فيك. فبيقول له عيب عليك، الجنود اللي بقولك عليهم دول احسن واشجع جنود في المعسكر كله. وساعتها بنروح للجنود اللي هو قصده عليهم، وهما بيطردوا من عند الخطبه، وبتقول لهم يبقوا قابلوني لو لقيتوا حد يبص في وشكم. فبيقوم واحد منهم وبيقول مالها دي؟ كل اللي طلبته واحده تموت في التراب اللي بمشي عليه. والتاني بيقول انا ما طلبتش حاجه اكتر من واحده تطبخ لي طول اليوم. والتالت بيكون عايز واحده تضحك على النكت بتاعته. وبيقولوا احنا مش محتاجين حاجه من العقربه دي. وبيفضلوا يغنوا وبيقولوا احنا بقينا ابطال الصين، لكن ناقصنا عروسه الاحلام. وبيشوفوا واحده بتعمل شاي، فكل واحد بيحلم بيها كأنها هي العروسة اللي هو قصده عليها. وبيروح لها واحد منهم وبيحاول يضحكها، ولكن هي بتضربه وبتوقع على اسنانه. وبيفضلوا يغنوا ويضربوا في بعض لحد لما بيوصل عندهم شان ومولان، وبيقول لهم تشان معلش عطلناكم عن التكسير، لكن احنا محتاجينكم في مهمة. فبيقولوا له لإنقاذ الصين، وكل واحد بيحلم يكون بطل علشان يلاقي عروسة اللي بيحلم بيها. وبيقول لهم شان احنا هنتحرك الليلة. وبيجي الليل وبيكون شان و3 جنود مستنين الاميرات. الامبراطور بيودع بناته وبيسيبوه وبيمشوا، وفي واحدة من الاميرات وهي بتركب العربية بتوقع الجزمة بتاعتها، فبيجري عليها ياو وعينه بتيجي في عينيها وانت فاهم الباقي، وبيعمل حركة لولبية وبيلبس لها الجزمة. وبيروح شان للاميرات وبيقول لهم ما تخافوش هنوصلكم بسلامه، وبيعرفهم على مولان. فبيقولوا له طبعا عارفينها، دي اشجع بنت في الصين كلها. شان بيمشي ومولان بتقول لهم مبروك هتتجوزوا، وبيكون باين على مولان ان هي زعلانه شويه. فبيقولوا لها ايوه اكيد هنتجوز. فبتقول لهم طبعا اللي هتتجوزوهم شكلهم حلو. فبيقولوا لها احنا ما نعرفهمش اساسا. مولان بتنصدم، فبتقول لهم انتم ازاي هتتجوزوا حد عمركم ما شفتوه؟ فبيقولوا لمولان ده شرف لينا ان احنا ننقذ الوطن
بتاعنا. فبتقول لهم ده اكيد شيء يسعدني جدا، ولكن شان بيناديها وما بتلحقش تكمل، وبيقولها لازم نتحرك دلوقتي. فبتسكت وبتسيبهم وبتمشي، ولكن بيبان على الاميرات ان هم متضايقين. المهم بيتحركوا، وطبعا مش عايز اقول لك الامبراطور بيبقى عامل ازاي. فمولان بتقول لشان هو احنا ممكن نوصل للممر ده بكره على الظهر؟ فبيقول لها هيكون عندنا وقت نوصل المملكه. فبنشوف موشو وهو بيقول يا دوب هيكون عندي وقت امنع مولان تعمل اكبر غلطه فيا، اقصد يعني في حياتها. وهم في الطريق بيلاحظ شان ان مولان متضايقه، وبيقول لها انا عارف انك مش راضيه عن المهمه دي، بس نعمل ايه؟ مش بايدينا حاجه، لازم نوصل الامارات علشان يتجوزوا. فبتقوله ده جواز تحاله، فاهم يعني ايه؟ فشان بيقول لها العالم ده لو مثالي كان الكل يتجوز اللي هو بيحبه، مش كل الناس محظوظين زينا يا مولان. وفي كل ده بيكون طبعا موشو سامحهم، وبيتريق على كلام شان، وبيقول له الصرصار دايما بيتكلم عن نفسه، انا لازم افرق ما بينهم بسرعه. ساعتها يانج بيفضل يتكلم مع ياو وبيفضل يضحكه، ولكن ولا هنا، وبيقول له شفت بصيت لي ازاي؟ فبيقول له بصيت لك ازاي؟ فبيقول له يا غبي دي بصة حب. فبيقول له اكيد كانت قرفانه منك، وبيفضلوا يضحكوا عليه. فبيقول له يا ابني عينينا اتقابلوا مع بعض وكاننا في دنيا تانية. فبين بيقول له زي بالظبط لما ببص في شوربه الكوارع. فبيقول له فوق بقى ده حب. فبيقول له يا عم فوق، احنا في مهمه وما ينفعش نبصبص للاميرات، وخصوصا بقى الامارات اللي هيتجوزوا قريب. وبنروح للاميره دي وهي باصه من الشباك، وبتقول لاختها بص الصين حلوه ازاي يا ماي؟ فبتقول لها حلوه قوي. فبتقول لها انا اقصد الصين. فبتقول لها خدت بالك كان بيبص لي ازاي؟ فاختها الكبيره بتقول لها مين؟ الغوريلا ابو عين سودا. فبتقول لها غوريلا مين بس؟ ده شبه الدبدوب الباندا. فاختها بتقول لها ده انتوا حتى ما اتكلمتوش. فبتقول لها مش مهم نتكلم، القلب يا بنتي بيحس. وبتقول لهم من بره يمكن يبقى شبه الحجر، لكن بقى من جوه. فاختها بتقول لها مقرف. فبتقول لها لا اقصد من جوه كمان. فبتقول لها كمكمه يعني. فبتقول لها لا اقصد من جوه اكتر. فاختها بتقول لها باين عليك ان انت بتحبيه. فاختهم الكبيره بتقول لها مفيش حب، ما تنسيش انك هتتجوزي بعد 3 ايام. فبتتضايق جدا وبتقول لها معاكي حق. ومره واحده بيقفوا، ومولان بتروح لهم وبتقول لهم احنا هنقف شويه علشان ناكل الحصنه، لو يعني حابين تنزلوا. فبيقولوا لها طبعا ننزل شويه. فبتجري وبتقول لاخواتها انا هنزل امشي رجلي شويه. وبتشوف ياو من بعيد فبتجري عليه وبتقول له انا كنت بس عايز اشكرك عشان انت لبستني الجزمه. لكن هو طبعا بيتوتر جدا، وهي بتساله عن اسمه. فبيقول لها جان ياو. اتفضلي يا اميره. فبتقول له شكرا، وبتعدل الترابيزه وبتقول له اكيد تعبانين من حراستنا. فبيقول لها لا طبعا انا قوي وبستحمل اي حاجه. فبتقول له لا واضح. فبتقول له انتوا اكيد بتتمرنوا كتير على كده. وبتقول له يا انا اتكلمت كتير قوي، من السهل الواحد يفتح لك قلبه. فبيقول لها انا بشكر سموك على الكلام الحلو ده. ساعتها بنشوف اختها تانية وهي بتقطف شوية فواكه، بتكون هتقع ولكن بين بيمسكها. فبتشكره وبتكون مبسوطة جدا. وطبعا اختهم التالتة بتكون شايفاهم ومش عاجبها اللي بيحصل. فبيروح لها لينج من ورا الزرع وبيقول لها اهلا انا لينج. فبتقول له وانا الاميرة تنتن. فبيقول لها طيب لو احتجت اي حاجة ابقي تنتنيلي على التليفون. وبيفضل على الحالة دي لحد لما بتسيبه وبتمشي. اختها بتروح لها وبتقول لها شفت الفاكهة دي؟ بنكي جابها لي، ده طلع حنين جدا. فبتقول لها طب خشي بقى على العربية. اختهم التانية بتروح لمولان وبتقول لها انا فعلا بحييكي على شجاعتك، انت روحتي بدل ابوك الحرب، كان واجبك انك تكوني في البيت وتسمعي الكلام، لكن قلبك قالك تكسري القاعدة، ازاي عرفتي تعملي كده؟ فمولان بتقول لها ما كانش سهل، لكن مشيت ورا احساسي وطلع اللي عملته صح، وطلع واجبي ان اسمع كلام قلبي. والاميرة بتسمع الكلمتين من دول وبتقول لها شكرا ليكي جدا، انا فعلا لازم اسمع كلام قلبي. وبتسيبها وبتمشي. فبتبص لها مولان وبتقول لها على ايه؟ ومرة واحدة بيطلع موشو من حيث لا نعلم وبيقول جت فرصتي. فبيروح وبيفك الحبل ده وبيقلب شان من على الحصان. فمولان بتعمل زيه وبيقعدوا يضحكوا. وساعتها بنشوف شان ومولان بيصطادوا. فبيروح له موشو وبيربط السنارة في الهدوم بتاعته. فمولان بتفضل تضحك عليه وبتقول له صيدة حلوة. فموشو بيتعصب اكتر. وبعد مدة بنشوف شان ومولان وهم قاعدين مع بعض. فموشو طبعا بيحب يبوظ كل لحظة حلوة وبيحط لشان حشرات في ظهره. فبيفضل شان يهرش ومولان بتحاول تساعده وبيقعوا هما الاتنين، ولكن بيفضلوا يضحكوا. وطبعا موشو بيجيب اخره وبيضرب في الحصان، والحصان بيبصله البصة دي. وبيفضل بقى موشو يحاول يوقع ما بين شان ومولان، مرة يسلط عليه نحل ومرة حاول يولع في شان، لكن خطته ما نفعتش وخلى الدب يجري وراه. المهم يعني ان هو بيفشل في كل الحاجات دي. ساعتها موشو بيقف جنب العربية وبيكون متعصب جدا وبيقول بقى انا جبت اخري مش عارف اعمل ايه تاني. وبيفضل يضرب في العربية لحد لما
بتفلت الطوبة من عربية الاميرات وبتاخدهم وبتجري. الجنود بتحاول تنقذهم وبيروحوا وراهم، وشان ومولان بياخدوا الحصينة وبيجروا وراهم هما كمان. بيخرجوا الاميرات من العربية ما عدا الاميرة تنتن، واللبس بتاعها بيتحشر. المهم يعني ان هما بيحاولوا يوقفوا العربية لحد لما كلهم بيقعوا في النهر. وبيشوفهم موشو وبيقول اكيد شان متعصب قوي دلوقتي، دي فرصتي علشان يتخانقوا مع بعض. وبيجي الليل وشان بيحاول يلاقي طريق مختصر لوصولهم للمملكة قبل ما ال3 ايام ينتهوا. ولكن مولان بتقول له طالما في نهر يبقى اكيد هيعدي على المملكة، يبقى الاحسن لنا ان احنا نمشي جنب النهر. فشان بيقول لها ليه الستات ما بتحبش الخرايط؟ فمولان بتقول له قصدك ايه؟ وبيفضلوا يتخانقوا لحد لما بيقاطعهم ياو وبيقول لهم انا شكلي جيت في الوقت الغلط ولا ايه؟ فشان بيقول له انجز عايز ايه؟ فبيقول له والله انا لقيت طريق في الغابة بس مفيش منه خطر. فشان ومولان بيحسوا بالندم كده وبيتكسفوا وبيعتذروا لبعض، ومولان بتسيبه وبتمشي. وموشو طبعا بيشد في شعره. وساعتها بنروح للاميرات وهم قاعدين وقدامهم ياو بيقطع الشجر وبتكون مركزة معاه قوي. وبيروح لينج للاميرة تنتن وبيديها الهواية بتاعتها، فبيتوتر جدا وبيخبط في الخشبة دي. فبتفضل تضحك عليه. اخواتها بيبصوا لها وبيقولوا لها ايه ده، هو انت بتحبيه؟ فبتقول لها باين كده، قصدي يعني لا انا بحترمه علشان طبعا هو محارب شجاع وبيحمينا. فاختها بتتضايق وبتسيبها وبتمشي وبتكون خلاص جابت اخرها. فبتروح للخيمة دي وبتكتب رسالة للامبراطور انها مش هتقدر تكمل المهمة. فبيدخل عليها اخواتها وبيحاولوا يقنعوها ان اللي هي اللي بتعمله ده غلط وان الاميرة لازم تضحي علشان وطنها. فبتفضل تعيط. فبتقول لها اختها الكبيرة دي عيشة الاميرات. فبتقول لهم لا انا عايز اعيش حياة طبيعية. بيفضلوا يغنوا بقى وبيقولوا ان احنا عايزين نعيش زي البنات العادية. وبيفضلوا هما ال3 يحلموا بالحياة الطبيعية وان هما يجروا ويلعبوا ويحبوا براحتهم. وساعتها بيروح موشو لشان وهو نايم وبيفضل يتكلم في ودنه وبيقول له دي مولان هزقتك جامد. وبيقول له هو مين اللي رايس هنا، انت ولا مولان؟ وبيسيبه وبيمشي. وبيروح موشو يعمل عرايس على شكل مولان والاميرات وبيقلد صوت مولان. وبيفضل بقى يشتم في شان واجداد شان وبيجيب كرامته الارض. فبيقوم شان متعصب جدا وبيروح لمولان ويتخانق معاها وبيقول لها انا ريحه بق تقرف. وطبعا هي ما بتكونش عارفه هو بيتكلم عن ايه. فبتقول له انا ما قلتش حاجه. المهم يعني ان هو ما بيصدقهاش. فبتروح مولان للخيمه بتاعتها وهي متعصبه جدا لانه ما صدقهاش. وساعتها بنروح للجنود وهي اتشجعت تروح تكلم الاميرات. بيقفوا قدامهم وما بيكونوش عارفين يقولوا ايه. فياو بيقول لهم بن حلم كنا عايزين نقوله لكم، يعني خير الله ما يجعله خير. حلم ان في قريه قريبه من هنا ولازم تيجوا معانا بقى. بصراحه الاميرات بتوافق وهم بيكونوا في منتهى الفرحه وبياخدوا بعضهم وبيمشوا. ومولان طبعا بتكون سايبه الحراسه ومتعصبه في الخيمه بتاعتها. ولكن موشو بيشوفهم وهم ماشيين وبيروح يقول لمولان. ومولان بتجري وراهم وبيقول لها موشو طب مش هتقولي لشان؟ فبتقوله لا الاحسن ان انا احل المشكله دي لوحدي، بس خلي بالك ان مفيش اي حاجه تصحيه. فبيقول لها عيب عليكي. هي بتمشي من هنا وهو بيروح يطبل في ودن شان. المهم بيصحى وبيفضل يدور عليهم كلهم لحد لما بيلاقي الجواب. فبيفتكر ان مولان هي اللي كتبته وانها هتاخد الاميرات وهتخليهم يهربوا. فبيتعصب جدا وبياخد الحصان بتاعه وبياخدها جري. وساعتها الاميرات والجنود بيوصلوا للقريه وبيكونوا مبسوطين جدا ان هم مع بعض وكل واحد اخيرا لقى النص التاني. مولان بتشوفهم وهم بيحاولوا يفهموا مولان ان هم بيحبوا بعض، ولكن مولان بتفرح جدا والكل بيكون مبسوط. ومره واحده شان بيوصل وبيفضل يزعق لهم وبيرمي لهم الجواب اللي هو لقاه وبيزعق للاميرات ان هم خلفوا وعدهم مع الامبراطور. ومولان بتحاول تفهمه ولكن ما بيصدقهاش. وبيأمر شان الجنود ان هم يرجعوا الاميرات وممنوع يكلموهم خالص. والجنود بتاخد الاميرات وبيمشوا. ومولان بتحاول تفهم شان ان هو يسمع كلام قلبه، لكن شان بيقول لها ان المهمه دي لازم تحصل وكويس انها جت في وقتها علشان تعرفنا احنا قد ايه مختلفين عن بعض. وبيسيبها وبيمشي. وفي الطريق بتتأسف الاميرات لمولان وبيشكروها ان هي عرفتهم الطريق الصح. وشان بيأمر الجنود ان هم يفتحوا عينيهم كويس علشان الطريق اللي هم فيه مليان قطاع طرق، لكن الجنود ما بيسمعوش كلام شان وبيفضلوا يتكلموا الاميرات. وساعتها بنروح لشان ومولان وهما متضايقين جدا. وبتمسك مولان السلسله وبتقول لموشو بابا ما كانش يعرف ان قد ايه الاختلاف اللي ما بيننا. فبيقول لها يا ست ولا تاخدي في بالك، طول ما انا جنبك مش عايزك تتضايقي من حاجه. فمولان بتقول له انت احسن صديق ليا يا موشو. لكن موشو ضميره بيحاول يصحى وبيقول لها انا اسف يا مولان، انا اللي وقعت بينك وما بين شان. فبتتعصب مولان جدا وبتقول له ليه عملت كده؟ ده معناه ان احنا مش مختلفين زي ما كنت فاكره، كل ده كان بسببك انت. انا لازم اروح لشان وافهمه اللي حصل. ولسه بتجري على شان ولكن بيهجم عليهم قطاع الطرق. واحد منهم بيخطف الاميره ولكن مولان وشان بينقذوها. واحد منهم بيقطع الحبل ده اللي بيكسر الكوبري كله
كله، وشان ومولان بيكونوا هيقعوا، ولكن مولان بتمسك في الحبل ده وبتمسك شان على اخر لحظه، ولكن الحبل ما بيكونش هيستحملهم هما الاتنين، فشان بيقول لها دي النهايه وبيسيب ايديها. مولان بتطلع وبتفضل تعيط على شان، وكلهم بيكونوا في منتهى الحزن على القائد بتاعهم. بيجي النهار وبيروحوا الاميرات لمولان وبيقولوا لها احنا مستعدين نتجوز ابناء الحاكم، فمولان بتقول لهم مش هيحصل، انا بس عاوزاكم تاخدوا بالكم من بعض والمهمه دي لازم تكمل. وساعتها بنشوف الحصان بتاع شان وهو ماشي وايد بتطلع من النهر وبتمسكه وبيطلع شان لسه عايش. في نفس الوقت مولان بتروح للحاكم وبتقول له العربيه وقعت في النهر وكل الاميرات ماتوا، فبيقول لها الحاكم بس ده مش اتفاقي مع الامبراطور، لو الزواج ده ما حصلش مش هيبقى فيه اتحاد ما بين المملكتين. فبتقول له يا عم الجواز هيحصل، انا يشرفني ان انا اتجوز واحد من الامير بتاعكم. فالحاكم بيقول لها انت تتجوزي الامير، لكن ده بيقول له يا مولاي دي مولان اللي انقذت الصين كلها ها. فالحاكم بيوافق على طول وبيقول لها احب اقدم لك ابن الكبير الامير جي كاي، ولكن بيطلع اهطل حبتين. بيبص لمولان وبيقول لهم انا هتجوز العجوزه دي، ومولان بتحس انها عملت غلطه كبيره. وساعتها بنشوف الاميرات والجنود وهما بيبصوا على المملكه من بعيد وبيكونوا متضايقين جدا بسبب اللي حصل لمولان، ومره واحده بيلاقي شان قدامهم بيفرحوا جدا وبيقول لهم مولان كان عندها حق، محدش ينفع يتجوز من غير حب. هي مولان فين بقى؟ الجنود بتحكي له اللي حصل، فبياخدها جري للمملكه، وقبل ما يمشي بيأمرهم ان محدش يجي وراه، ولكن محدش بيسمع كلامه وبيروحوا وراه. وساعتها مولان بتكون بتحضر نفسها للجواز وبتقول لموشو الظاهر كده ان احنا مش هنبقى فريق تاني، فبيقول لها يا ريت يا مولان يرفضوني 100 مره وكل حاجه ترجع زي ما كانت. فبتقوله ده تنين الاتحاد نفسه ما يقدرش يمنع اللي هيحصل، وبتسيبه وبتمشي وبتروح للحاكم وهو بيقول لشعبه احنا هناخد راي تنين الاتحاد في الجوازه دي. ومره واحده شان بيحضر في المكان ومولان بتفرح جدا لانه لسه عايش وبتجري عليه، ولكن الحاكم بيحاول يمنعها، ولكن شان بيقول له انا بحب مولان وهي مش هتتجوز حد غيري. موشو بيشوفهم وبتجيله فكرة جبارة. جنود الحاكم بتمسك شان، ولكن مرة واحدة بيسمعوا صوت طالع من تنين الاتحاد، لكن طبعا احنا عارفين ده مين. وبيأمر الحاكم ان شان ومولان يتجوزوا حالا، وبيأمروا كمان ان الاميرات يتجوزوا اللي هم عايزينهم، والكل بيكون في منتهى السعادة. الكل بيرجع للمملكة، وساعتها بنشوف الاجداد وهما بيحفلوا على موشو لانه هيرجع تاني يدق الجرس. ومرة واحدة بنشوف شان ومولان وهما بيجمعوا الواح العيلتين مع بعض. الاجداد بينصدموا وموشو بيسألوا يعني ايه ده، فبيقولوا للاسف هترجع تاني للمنصبة. وطبعا مش محتاج اقولك ان موشو بيطير من الفرح وبيروح لمولان وشان، ولما شان بيشوفه وبيقول له هو انت موشو بس انا كنت فاكرك اكبر من كده حبتين. موشو بينصدم وبيقول لمولان انت حكيت له عني، فبتقول له طبعا انا ما بخبيش حاجه عن جوزي. وموشو بيقول للاجداد حضروا لي الحمام بتاعي، وهم بيضطروا يسمعوا كلامه.